أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الكلام الحر. هذه الحلقة التي يشاركني فيها كل من الزميل طلال كشتي والصديق الشاعر المبدع، شاعر أنا بعطيه اليوم لقب شاعر نادي النصر السعودي، ما له شغل في الكويت. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. حياكم الله معنا. يعني هذه المرة الثانية نلقاك ونخطفك. أنا خطف مسلح. أنا كل ما أسير للإدارة تجيبوني يعني. أفرق الساعة. ثاني مرة ما أجيب برنامج. لا هذا خطف مسلح. الله يسلمك. لك تعليقات على هذه التصريحات؟ والله شوف، يعني الكلام مثل إذا كان من سامي النصف، سامي يعني متذبذب متغلب، واضح أنه الحكومة دائما كنا نقول هالكلام هذا، أن الحكومة ما لها صاحب. فسامي النصف يمكن توه أدرك أن الحكومة ما لها صاحب، لذلك حب أنه يكون معارضة، أو حب أنه يكون مثل ما صرح قال أنا غيرت فكري، لأنه عارف المعارضة لو يجيها ما راح تقبله، لأن يوم من الأيام كان دفاع مستميت عن الحكومة. مطالباتنا يا سامي النصف كنا نازلين للشارع مو ضد قلب نظام حكم كما تدعي أنت والبعض، كانت على السرقات اللي قاعدة تصير، على الانتهاكات اللي قاعدة تصير. ما شفناك شفناك 24 ساعة المعارضة قوقائيين هذيلا خربوا البلد. طيب الآن تجي لا ما نقبل. أنا بطرح وجهة النظر الأخرى. أن مساعد كلامك يعني جميل، لكن في أشخاص ما تقبلهم، في أشخاص يمكن لما يجي لصفك أنت تشمئز منه. سامي النصف كان قلم مكرس ليل نهار ضد المعارضة. يعني أنا ما أقبل شخص طعن في نزاهة مثلا فيصل مسلم، سلم البراك، جمعان الحربش، العنجري، أسماء كثيرة. سامي استفاد من الحكومة، الحين جايني توقف صفي أو توقف عندي؟ لا، أنا ما أقبلك جملة وتفصيلا. لذلك نرحب بكل من يعني يجي لصف المعارضة اللي يغير فكرة. لذلك سامي ذكي، قال أنا ما بأجي للمعارضة، أنا بغير فكرة، بغير فكري. لذلك حنا نرحب باللي يغير فكره، الناس الحقيقية، الناس اللي ما كان عندها إلمام تام، الناس اللي مثلا مغرر بهم، والإعلام الفاسد كان مضلل كثير. نبي نجمع التسميات اللي أطلقت على شباب المعارضة والمعارضة خلال فترة السنتين الماضية. كم سجل عندك؟ الطراثيث. حلو الطراثيث. ايه الطراثيث حلو. هذه البداية. الطراثيث ترى زين بالربيع الحين. ايه الطراثيث. ايه اللفو. ايه القوقائيين. المزدوجين. طبعا انا من كثر يعني ما يتهموننا بالازدواجيه كمزدوجين. إيه؟ فصلت قلابي واعتز يعني بالشعب السعودي. بس طيب ان كان يعني ازدواجيتنا للشعب السعودي هذه ما هي معياره، هذه عزه لنا ما هي سبه. طيب الحين نحول يعني. قلت لك ابو مساعد، الحكومه ما لها صاحب. انت دايم لازم تلعب على وتيره شنو؟ الايام، لان هذيلا ما بني على باطل فهو باطل، هذيلا يتصادقون في مصلحه ما، فمع الايام عطني وخذ وعطني، فعلى طول تخرب علاقاتهم. لذلك شوف المعارضه يعني 33 نائب نبي نقول، تصير شد وتشاحن، وهذا يزعل وهذا خشمك وهذا اذنك، لكن ما فيهم اللي خرج او انشق او ليش؟ طيب. لان المساله مبنيه على اساس وعلى اسس، ومبنيه على وطن وعلى شعب وعلى كرامه. يعني الكل كان يمكن مقدرات يعني الشعب، هذا جزء من مثل ما تفضل ابو عبد المحسن، هو جزء فعلا، لكن ايضا هي حسابات عندهم. خلي الدراسات تذكر النافوره اللي قالوا بيحطونها بساحه الصفات، تذكرها ولا لا؟ يوم سيجوا ساحة الصفات، جينا حنا كنا نعتصم هناك، ايش قالوا؟ قالوا السياج هذا يبي يحطون شنو؟ نافورة. كم صار له 3 سنوات 4 سنوات، وين النافورة؟ يعني دراسات. هذا نفس سؤال مسلم البراك استجوابه في مجلس 96، أين المحول؟ الحين هو يسأل وين النافورة؟ وين النافورة؟ ومساعد تدري ايش الكارثة؟ اني انا اكون بوطني ساكن بجار. وطني هذا انا اسكن فيه بجار. يعني الوطن يعني مثل الوافد السائح يجي يسكن بجار. والله لا انا كمواطن حتى الوافد مو قادر يأجر الحين. ليش تسكنني باجار؟ ليش اكيد يسكنك ايجار. لا حتى الوافد اللي غيره يمكن يعطونا باسعار رمزيه. يا رجل هذا العجيب. لا والله داخل حتى والله شوف الشقق داخل غاليه بعد. لا هم مو بس ابو مساعد، مو بس سرق، والله انهم ناقمين على المواطن الكويتي. يعني الحين ما في يمكن كويتي يروح المستشفى حكومي،
ما الا للضروره القصوى وعسى الله يبعد عنهم. الكل قام يروح مستشفيات خاصه، تروح تعالج. الحين قسم بالله حتى فسادهم وصل للمستشفيات الخاصه. نعم. المستشفيات الخاصه نعم. توصل. قبل في مستشفيات تجي عارف شنو، لا الحين ماكو. قاموا المستشفيات الخاصه يجيبون اقل اسعار ورواتب للدكاتره وللممرضين، وسلام يا صاحبي. زين، الحين سالفتك مع يعني الكلام عليك في مساله تشجيعك نادي النصر، وانك قايل قصيده جديده والناس يعني تاخذ عليك السالفه هذه، شنو قايل انت؟ والله شوف المشكله يعني كنت بالسياسه مو عاجبهم، انتقلت شوي رغم اني كل جزئي بالسياسه كون الوطن لا زال مجروح، وحنا مع الوطن لين ان شاء الله نطبطب جراحه. رحت للشعر مو عاجبهم، رحت للرياضه مو عاجبهم. شو اسوي يعني؟ احط لي اغنيم واقعد بالرياض الارضيه وش اسوي؟ عليك وراك. فهذه الناس الثرثاره، وانا مسميهم يعني اهل المراكي، هذول قاعدين بالمقلط، انا مسميهم حزب المقلط، قاعد بالمقلط وبس ينتقد بتويتر وبغير تويتر ما عنده. افعل قصيده ان شاء الله جديده راح تكون بنادي النصر السعودي طبعا. ان شاء الله اليومين هذه راح تنجز كامله، وراح تكون عاطفيه ما هي ثوريه. أراهن على نجاحها لأني أعرف هذا الجمهور شنو ومدى إخلاصه وتعلقه في الكيان النصراوي. لذلك نترك من يتكلم. الشيلة بس. لا الشيلة راح أقولها بعد ما أخلص. والله في طلب عليها جاتني أسئلة الحين. خلها راح اخلصها وانجزها مره واحده. اخونا فهيد العنزي يعني داز لي باكثر من رساله على الموضوع هذا. فهيد العنزي جهراوي نعم. انا مشكلتي مع الجهراويين. الله يسلمك.